محمد، ايه رايك في الميه؟ حلو. قول لهم الميه عامله ايه. الميه تحفه جميلة. والنهار جميل. بص، شايفين الفيو بتاع البسيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا بقى الفيديو ده نازل متاخر جدا جدا جدا، نازل متاخر شهور. الصراحه انا ما كنتش ناويه ان انا انزله خالص، كنت بصور على امل انا هنزل او لا، لان طبعا في حادثه حصلت ليوسف قبل السفر بساعه. فانا اتشائمت فساعتها ما نزلتش. وبعد ما جينا من السفر طبعا وانتوا عارفين ان احنا اتسرقنا، فالمصيف ده كان شؤم علينا جدا جدا. حادثه قبل ما نسافر وسرقه بعد السفر. جينا على طول اول يوم على السرقه. اتشائمت الصراحه منه، مكنتش ناويه ان انا انزله خالص. وبعدين بقلب في الموبايل لقيت اللقطات دي الصراحه، والفندق كان جميل جدا، يستاهل ان انا انزل الفيديو ويستاهل ان انا اشكر فيه. وطبعا انتوا شايفين المناظر الجميله اللي انا صورتها لكم وانا ماشيه في الطريق واحنا مسافرين. شكل الجبال كان تحفه الصراحه، الموبايل ظالمهم. فنويت ان انا اصورهم الصراحه، وهم وحظهم نزلوا ما نزلوش فايه. تعالوا بقى ما نشوف الفندق كان عامل ازاي والمصيف كان عامل ازاي. كان تحفه تحفه تحفه. دول قاعده على البحر على حمام السباحه تحفه. شايفين وشي اتحرق ازاي؟ ايد سمرة زي السودانيين بالظبط. اشرب نسكافيه لاتيه وابراهيم. بصوا لي المشروبات كلها يوسف قاعد مستني شويه بتوع صح. شايفين الفيو تحفه. حمام السباحه الجو هنا جامد جامد. كنت هصور الرحله من اولها لاخرها، تحضير الشنط وكل حاجه، بس يوسف تعب الصوب واحنا بنحضر الشنط، وقع ورحنا خيطناه قبل ما نسيب. والله العظيم ربنا ستر اللي ما حصلوش حاجه في دماغه، هي جت على قد غرزتين بس. فاللي بيحب يوسف بقى يقول له الف سلامه. النهار ريكو يوسف. بصوا الجرح جاي له فين، الحمد لله اللي ما جاله في عينيه. وخدنا غرزتين. يوسف قول لهم ازيكم عاملين ايه، قول لهم تعالوا انزلوا معانا الميه. فندق والاكوا بارك تحفه. فندق كبير جدا جدا. وفي شاطئ اللي هو الشماسي البعيدة دي، بس طبعا ما ننزلش المية عشان المية كلها ملح. فبالنسبة لنا ايه، حمام السباحة احسن. رجلك معلش يا حبيبي، قاعدين والهوا والمية ايه. فندق جميل جدا، بنصح اي حد عاوز يجي. هو الفندق ده في الغردقة اسمه هوايلو جاردن، تحفة واسعاره جميلة جدا. وممكن تطلعي بالتقسيط على فكرة، احنا دافعين نص الفلوس ونص التاني تقسيط. اوريكم برضو مناظر تانية وحاجات تانية جميلة. دي الاكوا بارك بتاع الفندق جميلة جدا، بس الالعاب مختلفة. بالذات دي شايفينها، انا بقى هما كلهم بيتزحلقوا في الاكوا بارك بيلعبوا، وانا اللي قاعده خايفه زي الجميل. معلش العمر مش بعزها برضه ولا ايه. يوسف اهو بيلعب في النسكافيه. يوسف كنا محطه لايك 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 كبير ليوسف. نسكافيه اهو، هو بيلعب في السكر.
احمد، ايه رايك في الميه؟ قول لهم الميه عامله ايه. الميه تحفه والنهار جميل. بص شايفين الفيو بتاع البسيم. ده حلمت بيه حكيته بيه، هو ده اللي حلمت بيه حكيته عينيه. احمد قوم كده يا احمد. هو ده اللي حلمت. فندق هوايل الغربي، رايحين بقى ايه نازلين البسين. لا احنا هنفطر الاول بعدين ننزل. ده الفيو بتاع من الأوضة بتاعتنا اللي كانت في الفندق. هو مش على حمامات السباحة على طول، هو كده من الجنب، في الأوضة اللي في الجنب من البحر باين كده من الجنب من بعيد. لأن الأوضة اللي بتبقى قدام حمام السباحة على طول دي يا جماعة بتبقى سعرها غالي جدا جدا. دي البلكونة فيها كرسيين وترابيزة. وده بقى المحلات اللي هي في الفندق في الدور الأرضي قصاد المطعم على طول. انا الصراحه انكسفت ان انا اصور في المطعم ساعتها. الناس بتقعد تبص كده وانا بصور وبتاع وعلى طول بننزل متاخرين والمطعم زحمه. التصوير ده المفروض ايه بدري قبل الناس ما تصحى وتنزل الفندق. دي بقى الايه القاعه الكبيره اللي هي الصاله او اللوبي زي ما بيقولوا عليه، اللي هي بتبقى في الاستقبال كده في اول الفندق. وده الباب اهو، وده المطعم اهو يا جماعه. المطعم اللي هو ترابيزات جوه كده اهو. دي بقى صور لينا واحنا في حمام السباحة. طبعا ده يوسف وده احمد. مجموعة صور لينا كده واحنا في حمام السباحة. وانا طبعا كنت قاعدة على اللي بيقول عليه الايه السرير اللي قدام البحر، بلاش الاسم التاني. اسيبكم بقى ايه تتفرجوا على باقي صور جميله جدا واخدينها في الفندق. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد في قناه يوميات بوسي. اشوفكم بخير الفيديو الجاي باذن الله، وكملوا الصور ما تجروش الفيديو. باي باي.